قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. وها هي بقاع الأرض وأصقاعها تدين بالإسلام، ليتحقق قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فينتشر الهدى والخير، وتعم الرحمة والمحبة، وتسود مبادئ الإسلام الفاضلة. السلام عليكم ورحمة الله. وهنا في قرغيزيا الطيبة، بعد أن رضخت 70 عاما تحت نير الشيوعية، تعود أدراجها نحو هويتها الإسلامية، فبنيت المساجد والحمد لله، بل امتلأت بالمصلين صغارا وكبارا، لا يمنعهم قلة أعدادها أو ضيق المتوفر منها واكتظاظه، ولا برد الشتاء وقسوته وتراكم ثلوجه، عن أداء الفريضة المكتوبة، فتجدهم يفترشون الثلج في الشوارع والطرقات والأرصفة القريبة من المساجد لأداء صلواتهم. وصدق الله حيث يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهنيئا لمن وفقه الله لعمارة المساجد وبنائها في هذه المناطق المحتاجة، فأصاب بذلك أجورا عدة، حيث سد حاجة ماسة لمسلمين فقراء، ورفع عنهم كربة التزاحم والبرودة، وبنى بيتا لله، ورفع منارة لذكره تعالى. فيا أحفاد ابن عوف وعثمان، الصدقة برهان، سيروا على درب أسلافكم وأكملوا المسيرة، لتكونوا في صحبة من سبقكم في الجنة، وليسعد بكم نبيكم يوم يلقاكم على الحوض في زمرة الباذلين والمنفقين لرفعة دينه وعزة أمته.